السوشيال ميديا خلت الناس تدور على أي زرار سحري يخسسهم، وأحدث ترند: اشرب شوت خل تفاح خام على الريق عشان تسيح الكرش وتعالج مقاومة الأنسولين. الترند ده جاب لي الصيدلية حالات تبكي. من يومين دخل عليا محمود، شاب زي الورد بس وشه أصفر، ماسك بطنه بإيد وماسك فكه وأسنانه بالإيد التانية. سألته: مالك يا بطل؟ واكل إيه على الصبح؟ قال لي: يا دكتور أنا بقالي شهرين بشرب خل تفاح على الريق عشان أخس، الكرش منزلش بس معدتي وأسناني هيموتوني. قعدت وجبت له كوباية مية وقلت له: يا محمود، خل التفاح ده علميا اسمه أسيتيك أسيد أو حمض الخليك. تخيل معايا إنك بتجيب قماشة حرير رقيقة جدا وتدلق عليها مية نار كل يوم الصبح. الحرير ده هو الجدار المخاطي اللي بيبطن معدتك. الحمض بينزل على معدة فاضية تماما ينهش فيها، ومع التكرار بيعمل التهاب حاد جاسترايتس وممكن يقلب بقرحة معدة بتنزف. أما أسنانك اللي بتوجعك دي فده لأن الأسنان متغطية بطبقة حماية اسمها المينا. شرب الحمض ده يوميا بيعمل إنامل إيروجين، تآكل كيميائي. الحمض بيدوب طبقة المينا وده دمار ملوش علاج ولا بيرجع تاني مهما غسلت أسنانك. واللي يغيظك بقى الناس اللي بياخدوه في شكل حبوب مضغ أو جاميز جيلي. يعني انت بتاخد خل تفاح عشان تقلل السكر ومقاومة الانسولين، فتروح تاخده في حباية جيلي نصها سكر؟ ده ضحك على الدقون واستغلال تجاري بحت. محمود سألني: طب ويعمل يا دكتور؟ قلت له: اولا نوقف الترند ده فورا وتاخد مضادات حموضة وتزور دكتور سنان. فعليا لو مصر تاخد خل التفاح عشان فوائده الهضمية يبقى معلقة صغيرة متخففة في كوباية مية كبيرة وتتشرب في وسط الأكل أو بعده. والأهم تتشرب بشاليمو عشان الحمض ما يلمس سنانك خالص. لو عايز تعرف ازاي تعوض اللي باظ من معدتك اكتب كلمة خل في الكومنتات وهبعت لك رسالة فيها خطة العلاج. نصيحتي الذهبية ليك: جسمك مش حقل تجارب لترندات التيك توك، التخسيس محتاج صبر مش حرق معدة. خلصت حكاية خلصت النهاردة. حكاية النهاردة، لكن حكاية لكن العلم حكاية ما العلم ما بتخلصش. بتخلص. أنا دكتور رفعت ومستنيكم في الحلقة الجاية، لأن ورا كل ده حكاية. سلام. السوشيال ميديا خلت الناس تدور على أي زرار سحري يخسسهم، وأحدث ترند: اشرب شوت خل تفاح خام على الريق عشان تسيح الكرش وتعالج مقاومة الأنسولين. الترند ده جاب لي الصيدلية حالات تبكي. من يومين دخل عليا محمود، شاب زي الورد بس وشه أصفر، ماسك بطنه بإيد وماسك فكه وأسنانه بالإيد التانية. سألته: مالك يا بطل؟ واكل إيه على الصبح؟ قال لي: يا دكتور أنا بقالي شهرين بشرب خل تفاح على الريق عشان أخس، الكرش منزلش بس معدتي وأسناني هيموتوني. قعدت